بعد خلافات حول الميراث، حفيد نوال الدجوي يطلق النار على نفسه في ظروف غامضة. عثرت أجهزة الأمن في الجيزة اليوم على جثمان الشاب أحمد حفيد الدكتورة نوال الدجوي. قوات الشرطة تلقت بلاغا من أسرة المجني عليه يفيد بانقطاع الاتصال به منذ ساعات. بعد التوجه إلى محل إقامته وعقب فتح باب الشقة، عثر على الجثمان ممددا داخل غرفة النوم وبجانبه سلاح ناري. بدأت النيابة العامة بإجراءات المعاينة ورفع البصمات والتحفظ على كاميرات المراقبة. أصدرت وزارة الداخلية بيانا عن الحادث تؤكد فيه قيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدما طبنجة مرخصة خاصة به. وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر الخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار. هل من الطبيعي إن رئيسة جامعة تحتفظ بكل هذه الثروة في منزلها؟ سرقة 3 مليون دولار و15 كيلو من الذهب و50 مليون جنيه مصري و350 ألف جنيه استرليني سرقت من فيلا نوال الدجوي رئيسة جامعة أكتوبر في مصر. في واحدة من أكثر القصص إثارة للغضب والريبة في تاريخ مصر الحديث، تعرضت الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب لسرقة خيالية من منزلها بمدينة 6 أكتوبر. المسروقات ما يقرب من 287 مليون جنيه مصري، تشمل 50 مليون جنيه نقدا و3 ملايين دولار، 350 ألف جنيه استرليني، 15 كيلو جرام من المشغولات الذهبية. نعم، ربع مليار جنيه في منزل خاص وليس في خزينة بنك أو مؤسسة مالية. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل صاعقة كشفت عن أسئلة محرجة وخطيرة. من أين جاءت هذه الثروة الهائلة؟ ولماذا تخزن في منزل؟ وهل نحن أمام فضيحة مالية كبرى تنتظر الانفجار؟ هذه سرقة أم مسرحية؟ الواقعة بدأت عندما تقدمت الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية مدعية تعرض منزلها للسرقة، وبحسب روايتها اكتشفت غياب هذه الثروة الضخمة بعد فحص محتويات منزلها. لكن دعونا نتوقف لحظة، كيف يمكن لشخص أن يحتفظ بربع مليار جنيه في منزله ولا يلاحظ اختفائها إلا بعد فترة؟ هل هذا منطقي أم أننا أمام قصة ملفقة لتغطية أمر أكبر من ذلك؟ الأجهزة الأمنية تحركت سريعا وشكل فريق بحث برئاسة اللواء سامح الحميلي، لكن السؤال الأهم ليس من السارق، بل كيف وصلت هذه الأموال إلى منزل الدكتورة نوال؟ ولماذا لم تكن في بنك؟ لماذا المنزل؟ سر يحتاج كشف. في عصر الخدمات البنكية المتقدمة، حيث توفر البنوك خزائن حديدية وأنظمة أمان متطورة، يبدو قرار تخزين ربع مليار جنيه في منزل أمر يفوق الخيال. هل فقدت الدكتورة نوال الثقة في النظام البنكي، أم أن هذه الأموال لم يكن من المفترض أن ترى النور؟ وجود 3 ملايين دولار و350 ألف جنيه استرليني نقدا يثير شكوكا حول التزامها بالقوانين المصرية الصارمة لتداول العملات الأجنبية. أما 15 كيلو جرام من الذهب فهي ليست مجرد استثمار، بل إشارة واضحة إلى محاولة إخفاء ثروة بعيدة عن عيون الجهات الرقابية. منصات التواصل الاجتماعي اشتعلت بتعليقات السخرية والغضب. أحد المستخدمين كتب: ربع مليار في بيت؟ ده مش بيت، ده بنك مركزي. بينما تساءل آخر: إزاي واحدة بتدير جامعة بتشيل كل ده في بيتها؟ هذه التعليقات ليست مجرد انفعالات، بل تعبير عن فقدان الثقة في النخب والمؤسسات التي يفترض أن تخدم المجتمع.